الفنان عبد المجيد عبد الله، من تحب تسمع له من الفنانين؟ خلينا نقول من الكويت ومن العالم العربي. والله تحرجيني انت كذا يعني. ليش؟ يعني على اساس بنسمع شيء، اكيد هو بنسمع يعني، بس نحب نعرف من تحب تسمع له يعني. هو سؤال ومنه بعد نسمع شيء. يعني كلهم اصحابي اذا كانوا في الكويت هنا، فاغلبهم اصحابي يعني. بس الحق يقال يعني، انا مثلا في الكويت بسمع الاستاذ عبد الكريم عبد القادر. طبعا الاساتذه طبعا نبيل شعيل وعبد الله رويشد. في طبعا محمد المصباح بسمع له. لو جينا في السعوديه طبعا بسمع الفنانين الموجودين عندنا. طبعا الاستاذ طلال مداح، الاستاذ محمد عبده، بالاضافه للاخوان الموجودين هناك. لو قلنا مثلا في مصر بسمع الموجودين يعني، مثلا عبد الحليم، عبد الوهاب بيعجبني، ام كلثوم بتعجبني، بيعجبني ايضا وديع الصافي، كاظم الغزالي، كلهم بحب اسمع لهم وبيعجبوني. ذكرت لنا مجموعه طبعا، احنا يا ريت نسمع منك شيء. ايش تحب تقدم اولا حق من الكويت اللي ذكرتهم، وخلينا بعدين اقول لك ايش نبي نسمع يعني، او من حقه يعني. والله ما ادري، انا قدم حافظ الشيء اللي انت في بالك وبعدين انا راح اطلب شيء كمان. انا بتعجبني كثير الاغنيه اللي غناها الاستاذ عبد الكريم عبد القادر، وداعيه. من الاغاني الحقيقه الجميله اللي احب اسمعها، واحيانا ادندنها، بس ما ادري، ان شاء الله انه يكون يعني اكون حافظها كويس. وداعيه يا اخر ليله تجمعنا، وداعيه اعز الناس ودعنا، وداعيه يا اخر ليله تجمعنا، وداعيه اعز الناس ودعنا. ليله ليله ويا عساك تعود، ليله عسى الله يصبر الموعود. ليله 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 ويا عساك تعود، ليله ليله عسى الله يصبر الموعود. ليله انا بعدك عمر مفتون، دنيا بلا معنا بلا معنا بلا معنا. شو تحب تسمعنا الآن؟ سمعنا قدمت طبعا وداعية للفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر. ممكن أسمعكم مقطع بسيط من أغنية أحبها كثير يعني، الفنان الأستاذ عبد الله رويشد. وهذه من كلمات حسين المحضار، من كلماته وألحانه. وأيضا تعاونت مع المحضار. أي نعم، تعاونت مع المحضار. وهذه الأغنية طبعا ما أدري، أنا أحس فيها وحاببها يعني. فممكن نسمعكم جزء بسيط منها. أنا بتبع قلبي وبسمع علي في الناس كذا اللي يقولون المحبة
يمكن في شغلة صايرة الآن في الوسط الغنائي بين ملحنين أكثر شيء، يقول لك هي الملحن يحط لحن، كاتب الكلمات يحط الكلمات على اللحن. شغلة تصير، بس حسب ما عرفت منك تقول المحضار يختلف يمكن، أو المحضار يعمل هذه الشغلة بالذات، بس يختلف بشغلة معينة ذكرتها قبل شوية أنا الحقيقة ما حطيت بالي. المحضار ميزته انه يعني يصنع اللحن والكلمة رأسا، يعني هو ما يعزف عود بس بس هو ملحن، انت تقدمه كلام نعم والحان نعم محضار. نعم يعني يضع تطلع من خياله مثلا كلمة أنا بتبع قلبي، نعم، ما يقولها لك نص، لا يقولها مغناه، يعني يديك الكلام مغنى. فهذه حالة نادرة يعني أعتبرها بالنسبة وهذه ملكة عجيبة. نعم. إنما في الأخوان اللي موجودين مثلا يجيب لحن ويقول لك اكتب لي عليه. طبعا هذه ما أقدر أقول إنها تنجح ولا أقدر أقول إنها تفشل، بس هذه إذا وجد مؤلف جيد وتفاعل مع اللحن ممكن إنه يسوي شيء. نعم. والأصح إنه مثلا يكون في ملحن متعود أو فاهم مؤلف، فتكون عنده جملة مثلا يقول له أنا والله جاتني فكرة بدي أعمل، يا ريت نبدأ بمطلع مثلا. فهنا هذا الصح، إنهم يوجدوا فكرة ويوجدوا عمل غنائي، وكونهم متفاهمين وفي ائتلاف بينهم حيطلع عمل جيد. وهذا حصل في أغنية هذا كلام اللي سويتها مع الأستاذ عبد الله رميثان. نعم. الأستاذ مبارك الحديبي. شلون صارت مثلا؟ شلون نحب نتكلم شوي؟ كانت فكرة. نعم. إنه هذه وكملوها بعدين. انت قضبت العود لا هم طبعا لما كنا كنا بنسجل الهنا والسعادة. نعم. لأنه الهنا والسعادة تسجل بعد؟ سجلناها طبعا. كنت بعد شريطي اللي هو رد السلام. نعم. ف قلت له أنا أبغى أسوي شيء ثاني كمان، يعني يكون عملين يعني. نعم. فقال لي في عندي فكرة احنا لسه ما سويناها يعني. نعم. فسمعني هذا كلام أسهر الليل زي كذا. فعجبتني.